في لحظة ساد فيها الهدوء والصمت ما بين قطيع من المخلوقات المسالمة جدا. مخلوقات كل هدفها في الحياة إنها تعيش وخلاص، عايزة تاكل وتتزاوج وتعيش وبس، مش عايزة أكتر من كده. ملهمش أي مطمع في أي حاجة، ما بصوش لحجمهم الضخم وانخدعوا أو طمعوا في ملك غيرهم. كل هدفهم لقمة بالبلدي ياكلوها ويعيشوا. لحظة هدوء سادت ما بين قطيع الجاموس البري اللي شايفه قدامك. إلا إن بذمتك تتوقع أن الهدوء ده دايم، ولا هو مجرد الهدوء الذي يسبق العاصفة؟ ثواني معدودة وظهر هادم اللذات ومفرق الجماعات. مهما كانت سماته طيبة وجذابة بالنسبة لك، إلا إنه بالنسبة للجاموس البري هيفضل مجرد وحش طمعان في لحمها. أكتر من أسد شاب بدأ في مطاردة قطيع الجاموس. المراقبين اتحركوا والمشهد بدأ يزداد سخونة. يا ترى الأسود كعادتها هتنجح في خطف أحد أفراد القطيع، ولا القطيع هتكون ليه كلمة تانية؟ مطاردة من هنا ومناوشة من هناك، محاولات باستماتة من الأسود إن هم يوقعوا وجبة دسمة ليهم، ومحاولات أكتر استماتة من أفراد القطيع في النجاة. لحسن الحظ الجاموس البري ما وقعش في الغلطة المعتادة، ما تفرقوش، حافظوا على وحدتهم. وبالتالي الأسود ما لقيتش فرصة إنها تخطف واحد اتفرق عن المجموعة، وتهدى الأجواء من تاني، وأفراد القطيع يبدأوا يحسوا بأمان من تاني، وأفراد الزمرة الطامعين ما وصلوش لمبتغاهم. علشان تتكرر الحكمة تاني وتالت ومليون، الضعف مش في الهيئة ولا في القوة الفردية، الضعف في الفرقة. وطول ما كنتوا جماعة، طول ما كنتوا أقوى. ولا انت ايه رأيك؟ هكون سعيد جدا لو سمعت رأيك في التعليقات، واتمنى لو تنضم دلوقتي لقصة أرض العجائب وتشترك في القناة علشان تشوف أكتر. دلوقتي تقدر تتابع حساباتنا على اليوتيوب وفيسبوك وتيك توك من خلال الروابط اللي موجودة في الوصف.